السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض دراع الشنطة ده او حزام للشنطة. ينفع، هو حزام عريض ينفع استخدمه لشنطة كروس او باج، او ممكن استخدمه كاكسسوار على دريس ولا حاجة. بس طبعا هغير دي واعمل توكة حزام. ينفع كده استخدمه كحزام. الغرزة سهلة وبسيطة وبتظهر من الوشين بالشكل ده. يلا نبدأ طريقة الشرح. انا هنا عندي اول حاجة خيط سلسلة. انا مستخدمة مع الخيط السلسلة ابرة مناسبة للخيط بتاعي وهي مقاسها 3.5 ملي. اول حاجة هبدأ اعملها هلف الخيط على صوابعي بالشكل ده كده واعمل حلقة، كون حلقة هدخل جوه الحلقة والف الخيط على الابرة وهسحبه وهعمل عقدة بداية بالشكل ده. بعد عقدة البداية هبدأ اعد 4 سلاسل، 1 2 3 4. وفي الغرزة الرابعة ديت هبدأ اعلمها بماركر او بدبوس او باي حاجة عندي بالشكل ده كده. انا علمت الغرزة رقم 4، هبدأ اعد 4 سلاسل كمان، 1 2 3 4. هاجي هنا عند عقدة البداية وهتخطاها وهدخل في الغرزة رقم 1 معايا. هلف الخيط على الإبرة بالشكل ده وهدخل في الغرزة رقم 1، هلف الخيط على الإبرة وهسحب خيط كده. أصبح معايا 3 حلقات على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة وهطلع ب3 حلقات بالشكل ده. هبدأ أعد 4 سلاسل كمان، 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في الغرزة اللي أنا معلماها بالشكل ده كده. هسحب خيط بقى معايا 3 حلقات أو 3 فتل على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة وهسحب الخيط وهطلع من 3 حلقات. وهبدأ أعد برضو 4 سلاسل، 1 2 3 4 بالشكل ده. أنا هنا مش هدخل او مش هستخدم السطر الاخير. انا هلف الشغل معايا بالشكل ده، بس طبعا هلف الخيط على الابرة وهاجي هنا عند السطر اللي انا معلماه بالماركر وهدخل في اوله من الناحية دي. هلاقي كده حلقتين بالشكل ده. هدخل تحت الحلقتين والف الخيط على الابرة واطلع من الحلقتين. اصبح معايا 3 حلقات او 3 فتل. هلف الخيط على الابرة وهطلع من 3 حلقات بالشكل ده. هبدأ اعد 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهو ده السطر اللي انا بكرره. هلف الخيط على الابرة وهاجي اسيب السطر اللي انا لسه مخلصاه وهاجي هنا عند السطر اللي قبليه وهدخل تحت الحلقتين اللي في اول السطر بالشكل ده كده والف الخيط واطلع من الحلقتين. اتكون معايا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط واطلع من 3 حلقات بالشكل ده كده. انا بكرر السطر اللي هو مكون من 4 سلاسل. هبدأ اعد 4 سلاسل كمان، 1 2 3 4. هلف الخيط على الابرة وهسيب السطر اللي انا لسه مخلصاه ده وهدخل في السطر اللي قبليه في اول السطر كده في حلقتين بالشكل ده. هدخل تحت الحلقتين والف الخيط على الابرة وهطلع من الحلقتين والف الخيط على الابرة واطلع من 3 حلقات بالشكل ده. هي لسه طبعا شكلها متكونش. هبدأ اعد 4 سلاسل، 1 2 3 4. والف الخيط على الابرة زي ما اتفقنا واسيب السطر اللي انا لسه مخلصاه واجي عند السطر اللي قبليه وهدخل في اوله هنا ايه تحت الحلقتين والف الخيط على الابرة وهطلع من الحلقتين وارجع الف الخيط على الابرة واطلع من 3 حلقات. وانا بلف الخيط على الابرة وبطلع هو الشغل بيلف معايا بالشكل ده. هبدأ اكرر نفس الخطوات. اعد 4 سلاسل، 1 2 3
4 هلف القطعة الابرة وهسيب السطر الاخير اللي انا لسه مخلصاه وهاجي عند السطر اللي قبليه بالشكل ده وهدخل في اول حلقتين. بصوا الشغل هو بيلف معايا لوحده. هدخل كده تحت الحلقتين واسحب خيط واطلع من الحلقتين وارجع الف القطعة الابرة واطلع من 3 حلقات. هبدأ اعد تاني 4 سلاسل، 1 2 3 4. هلف القطعة الابرة وهسيب السطر اللي انا لسه مخلصاه وهاجي عند السطر اللي قبليه. هاجي هنا في اول السطر تحت الفتلتين دول هدخل الابرة وهسحب خيط واطلع من الحلقتين دول او الفتلتين دول. اتكون معايا 3 فتل على الابرة والشغل لف. هلف الخيط على الابرة وهطلع من 3 حلقات بالشكل ده كده. هعملها معاكم مرة كمان، هي سهلة قوي وبسيطة. بصوا شكلها، وممكن كنت احوط عليها كمان من هنا بغرز سلاسل كان هتبقى احلى كمان، بس انا عاوزاها سهلة وتخلص قوي. هبدأ اعد 4 سلاسل، 1 2 3 4 والشغل قدامي اهو. هلف القطعة الابرة وهسيب السطر الاخير اللي انا لسه مخلصاه وهاجي عند السطر اللي قبليه بالشكل ده. هاجي هنا في اول السطر في حلقتين هدخل تحت الحلقتين. بصوا الشغل بيلف ازاي. هلف القطعة الابرة وهطلع من الحلقتين والف القطعة الابرة وهطلع من 3 حلقات بالشكل ده كده. ده شكلها من قدام وده من ورا. غرزة سهلة وبسيطة وبتخلص بسرعة وليها استخدامات كتيرة. ممكن استخدمها يعني في حاجات كتيرة جدا. ممكن استخدمها كده كشرايط ازين بيها حاجة. انا هشتغل شوية كده كام سطر عشان اوريكم الشكل النهائي بتاعها. بالشكل ده انا اشتغلت شوية اهو عشان اوريكم الشكل النهائي بتاعها وشكل الغرزة. لو حابة بقى اركب فيها جنش او اي حاجة هبدأ ادخل في اخر غرزة بالشكل ده وهطلع وهقص الخيط وابدأ الف الجنش ده بالشكل ده كده على السطر ده. او لو حابة اركبها كحمالات لحاجة هبدأ اركبها بالشكل ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان يرفع الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.